السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في موضوع جديد. وهذا الموضوع متداول وكل واحد تعرفه، ولكن ما تعرفش الإنسان القيمة ديال هذا الموضوع، لأن بزاف ديال الناس تيطيحوا في هذا المشكل من حيث لا ينفع الندم. المثل تيقول اللي ما رضاش بخبزة يرضى بنصها، لأن الإنسان تجيه واحد الفرصة ثمينة وغالية وتجيبها ليه الله سبحانه وتعالى حتى لعنده، ولكن تيرفض هذيك الخبزة اللي جاته من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا به تيرفض هذاك الخير اللي جاه استهزاء بالشخص اللي جاه، او استهزاء بهذيك الوظيفة اللي جاته في الحياة ديالو، او استهزاء بهذاك الشيء اللي لقى. يعني تيضيع داك الشيء توت سويت وتيقول يعني ما تيرضاش بداك الشيء اللي جاه في ديك الوقت. مثلا فتاة جاها عريس ورفضاته، ما بغاتوش كمثل، وقالت بان انا باقا صغيره، باقا باغي نعيش، باقي باغي ندير، باقي خاصني شي واحد اخر، باقي شي واحد، بغيت شي واحد غالي، بغيت شي واحد زوين، بغيت يعني كمثل. وما هي راه بزاف ديال الامثله. واذا بها في الاخر تيدوز عليها السنوات وما تتلقى حد، يعني ما تتلقاش، تضيع هذه الفرصة. مثلا كاين الانسان اللي تجيه واحد الوظيفة واخا ثمن قليل، ولكن من بعد انه غادي بعد السنوات غيتزاد ليه هذاك الصالير ديالو، ربما غيتزوج وغيدير الوليدات وغيبقى يتخلص بالوليدات، ربما هذيك الشركة غادي تعطيه الدار فابور، ربما غتعاونوا في العيد، ربما. واذا به ما بغاش، رافض هذيك الفرصه اللي جاتو وتيقلب على شي حاجه اخرى، وفي الاخر ما تيرضاش بديك الخبزه اللي عطاها ليه الله وتيقلب على النص. اذا من النص فين غادي يلقاه؟ بعد سنوات عاد تيجيه داك النص وتيتعذب بداك النص اللي بقى ليه من الخبيزه ديالو. إذن هذا مشكل. يعني الإنسان لابد أنه خاص يستغل الفرصة، خصوصا إذا جاته في الخير. فالحاجة اللي هي قليلة وفيها الخير، وحاجة قليلة وفي الحلال أحسن من الحاجة اللي هي كثيرة وفيها الصداعات. يعني ربما هذا المثل راه واقع بزاف ديال الناس، واظن ان هذا المثل راه مفهوم وجاري به في الحياه بزاف. يعني اي انسان تيوقع عليه هذا الشيء في الحياه ديالو وتنسمعوا هذا الشيء وتيضرنا خاطرنا، ملي الانسان تجي واحد الفرصه حتى لحدا وتيضيعها. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.